السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد أخي أسد، تحية كل لك. عام وأنت بخير يا طيب، كي داير؟ بخير والله الحمد لله بخير أخي الكريم، وتحية لجميع الإخوة على القسط وعلى التعاليق، وتحية للأخت الجزائرية بالرغم من أنها مدبلجة على باللهجة اللبنانية. فاليوم يعني نموذجين جزائريين ربما أجد على أن فيهما يعني شيء من العقلانية ومن الصواب، ولكن أنا ما أتأسف له أخي سعد هو أننا نحن مضاربين على الحريرة في زمن نشاهد فيه الأمم تطور الصواريخ الفرط الصوتيه والطائرات الشبحيه والنانو تكنولوجي، اشياء يعني في غايه التطور وغايه اللب ديال التكنولوجيا واللب ديال العلوم. حنا مضاربين على الحريره. دابا دخلنا لك بالله، واش دابا كتظنوا على اننا غنزيدوا لقدام بهذه الحريره هذه؟ واش كتظنوا على ان الحريره هي اللي غتطورنا وغتزيد بينا لقدام؟ راه انت من الاخ ملي تحدث على ان هناك اختلاف بين الالماني وبين الايطالي وبين الفرنسي، راه الفرنسي والايطالي والاسباني والالماني عندما اجتمعوا صنعوا طائرات اليورو فايتر المقاتله المشهوره عالميا، صنعوا طائرات الايرباص، كل قطعه تصنع في دوله. راه هادشي اللي بغينا حنا، ما بغيناش حريره. خليك مع الحريره، حريره راه زلافه دايره 3 دراهم في ضربهم. حريره راه والو، راه شنو صنعتي لنا انت؟ شنو صنعتي لنا انت؟ شنو صنعتي انت؟ ما كنهضرش معاك انت دابا، ما كنهضرش لا معاك انت انت. كتوجه الكلام، كتقول شنو صنعتي انت؟ ما كنهضرش معاك، انت شنو صنعتي انت شنو صنعتي؟ ما كنهضرش معاك. كتفيق حتى لجوج العشيه وكتكلم على الصناعه وكتكلم. كتكلم عليا، شوف انت كتكلم واش عليا كتعرف القفطان شحال كيدخل؟ كتهضر معايا انا مهندس كهربائي، انا كنبقى نعس الجو. كتعرف القفطان شحال كيدخل ديال المداخل المغرب؟ كتعرف القفطان شحال كيدخل؟ كتعرف السياحه ديال طيب لحظة لحظه لحظة يا جماعة، أين الإشكال؟ وين المشكلة؟ كتعرف السياحه بسبب القفطان وبسبب الحريره مش كتدخل المغرب اللي كتكلم. واسعد ممكن ان الحريره نتكلم على خاطري، نتكلم على شنو كتصنع انت؟ قول لي انت شنو كتصنع؟ شكون اللي غادي يصنع ليك؟ تصنع انت. قول لي انا عندي شي براءه ديال اختراع ما كاينش اللي يديها فيها وكازي كدبزوا على الحريره. تسالي هاد خينا هذا سالي جي سمعتي ولا لا؟ تتسالي ديال هذيك النبي وديال هاد. قول لي انت شنو كتصنع؟ شنو صنعتي؟ شنو كتصنع انت؟ اش كتفيد بلادك؟ تتسالي وغنتكلم، هدئوا شوي، هدئوا. أكمل يا بدر. اخي اساد، بدا السيد تشاهمني على انني كنفيقش للجوج ديال العشيه. عبد ربي الحمد لله، انا مهندس كهربائي. الا بغيتي نقريك لي زينيرجي رونوفلابل، نقريك لي زانستالاسيون الكتريك ام تي بي تي، نقريك الكترونيك دو بويسونس. انا كنهضر في التكنولوجيا وعارف الناس، ماشي وجه مضارب على الحريره الفول والعدس. انا اتحدث عن اشياء لازمه لتطوير هذه الامه. حنا بغينا نطوروا بالامه الاسلاميه، ماشي بغينا الحريره مضارب. باش فتينا انت وهاد الحريره ديالك؟ حريره سلافه ب5 دراهم اصاحبي. شنو مالكم اصاحبي؟ عندكم عقول غير احلامكم يعني شاشه جدا. اخي اساد والله العظيم اساد يا اخي اساد. اساد انا غادي ننزل. شوف اساد، تمام نبيل، عادي نبيل، مشي. اوكي غادي ننزل خلاص. خليه يا مان الاخي نبيل. انا شوف، انا من الناس التي تدعو الى بناء امه اسلاميه قويه بعلمائها وبصناعاتها وبشخصيتها، في ظل زمن هناك يعني ابتكرت اسلحه خطيره واختراعات عظيمه جدا، وحنا باقيين كنضاربوا على سكران طيح في الدروج، حريره، قفطان وما الى ذلك، اشياء تافهه وتافهه جدا. اخي اسعد، راه انا كنهضر لكم على شي حاجه اللي ما هي اهم. ما هو اهم هو اننا خصنا امه، خصنا نطوروا راسنا، خصنا نتوحدوا. راه الناس كتاكل فينا عباد الله، راه نحن اصبحنا كالايتام على مائده اللئام. نتمنى ان الرساله تكون وصلت اخي اسعد. ما يسمع ملي كيتحدث هذا الاخ اللي نزل وكيقول لك على انه لا يوجد شيء يجمع المغرب بالجزائر. الله اكبر، اعظم شيء يجمع المغرب والجزائر هو لا اله الا الله محمد رسول الله، وكفى بها من جميع. اخي اسعد، لا اله الا الله محمد رسول الله. الانساب العربيه والامازيغيه، التاريخ المشترك، اشياء يعني قرات تاريخ، بنادم ما قاريش التاريخ ويتكلم، يجي باغي يجرد انسان من الهويه ديالو، كيتسنى منه رده فعل حسنه. انا اليوم كمغربي اقول للمغاربه، مشكلتنا مع نظام شرير جزائري، وليست مع الشعب الجزائري. نظام يسعى الى تفتيت بلادنا، نظام يسبون صباح مساء على قنواته الرسميه، ولكن هو نظام وليس الشعب الجزائري. الشعب الجزائري، وين مثلا هذاك السفيه الذي صعد وسب، انا اجده من المؤدلجين والحمقى، وما عمرني ما كنحمل الذنب ديال المؤدلجين والحمقى الى الناس العقلاء. اذا انا احيي الاخت الجزائريه واحيي الاخ الجزائري الذين تكلموا في صميم وبنبل، ويعني انا في قمه، واعتذر لهم عن من حاول ان يجردهم من كل شيء ولا يقدم ولا يؤخر. اخي اسعد، شوف الهويه ديالك معروفه. انت يا اخي اسعد عندما تقول انك يماني،
بمجرد ان تقول يماني استحضر سبأ واستحضر حضرموت واستحضر صنعاء واستحضر عدن واستحضر احاديث الرسول عليه السلام اللهم بارك في يماننا واستحضر شعراء اليمن استحضر عمرو بن مهدي يكرب اليماني استحضر شعراء اليمن فقط. ولكن هذا الشيء ما غنوصل ليه الا ملي كيكون عندي ذاك النضج التاريخي والنضج الثقافي. عندما اتحدث انا كمغربي يعني نقول ليه مغربي مباشره شي استحضار الموحدين والمرابطين والسعديين واستحضار القرويين اقدم جامعه في العالم راه اشياء يعني لا داعي للحديث عنها. يعني تراثكم يبقى مباح معروف. لا يعني عادي ياتي كل من هب ودب ينسبه الى عادي عندك. يا اسعد هذا ماشي هو مربط الفرس. انت شوف كنقولوا من الحبه بغيتو ترجعوها قبه اولا المندبه كبيره والمية شفار. يا اخي لا بديع زمان. اذا قررت الامم الاوروبيه بين عشيه وضحاها ان تغزو شمال افريقيا سنواجهها بالحريره والقفطان. نلبسوا القفطان ونوجدوا الحريره باش نواجههم، بل سنواجههم بالسلاح وبالتكنولوجيا وبالعلم. هذا الذي اريد ان يصل اليه الاخوه المغاربه والجزائريين والتوانسه والليبيين والموريتانيين. اما الاشياء التي يعني اكل الدار عليها وشرب لا داعي الاشياء يعني اشياء تبقى من اسقط متاع الدنيا ونتحدث عنها ونعظم من شانها كانها ما عرفتش شنو هي. اليوم قررت اسبانيا تهجم على المغرب مثلا نوجدوا لها الحريره ونفس القفطان نتلقاو لها عند السبته. انت دابا السبته وملي غنحروها بالحريره وغنحروها بالقفطان. حتى خصنا نكونوا اصاحبي امه مصنعه امه قويه ذات اقتصاد قوي. هذا لا يمنع يا اخي انك تحافظ على هويتك يا اخي، ما حد منعك. دير بحال الجابون اخويا، دير بحال اليابان. ما احد منعك يا اخي، ما منعتك هي الحريره انك تكون متطور علميا يا اخي، ما حد قال لك شيء. انت دحين بتخلط شيء في شيء يا صاحبي. ولكن هذه الحريره لا ترقى الى ان تصبح يعني شيء ادافع عليه بالدم وبالعرض وبكل شيء مباح. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هذه الحريره اش نقدموا وناخر في الحريره؟ رانا هنا مع الرساله ديالي للشعوب. شوف اسعد، الرساله ديالي للشعوب ارتقوا في كلمه واحده، ارتقوا. حاولوا انكم تتعلموا وحاولوا انكم تزيدوا لقدام. راه غتزيدوا لقدام بالعلم، غتزيدوا لقدام بالوحده، غتزيدوا لقدام بحل المشاكل السياسيه. اما هذه القضيه ديال الحريره وهذه الا كنتو كتفكروا بالحريره راه ما عمركم غتزيدوا لقدام. من الاخر قلت على انني من منظوري او من منطقي الذي يدعو الى التطور والى امتلاك التكنولوجيا وما الى ذلك اتناقض في اهتمامي بالتاريخ. طيب اخي اسد، اولا عبد ربي قلت لك على انني مهندس كهربائي وانني لم ادرس حتى الاداب. انا منذ انا اخذت شهاده الاعدادي وانا في الثانويه التقنيه بجابر بن حيان هندسه كهربائيه الى ان اخذت دبلوم الهندسه في الكهرباء. وبالتالي انا لست اصلا ذو مرجعيه ادبيه او تاريخيه، ولكن التاريخ هو هوايتي وانا قارئ نهم للتاريخ. هذه اولا. ثانيا اخي الكريم، عندما افتخر بالتاريخ انا لا افتخر بالاكل ولا افتخر بالقفطان، انما افتخر بالافعال اسعد. كما قال لسان الدين بن الخطيب: العرب لا تفتخر بقصر يبنى او ذهب يجمع، ولكن تفتخر بالافعال وبما قامت به. افتخر بالفتوحات الامويه، افتخر بالمعارك المغربيه في الاندلس، افتخر بامجاد الاجداد، افتخر انه كان عندنا خليفه مغربي جاء ملك اسبانيا وقبل يداه وقال لهم احضروا لي الماء لكي اغسل يدي. هذا هو الذي افتخر به، ولا افتخر بالاكل وبالشرب وما الى ذلك.